شايفين شكل التحفة ده؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، مستوية من تحت ومن فوق. هنقطعها دلوقتي وافرجها لكم. هي بسم الله ما شاء الله. شايفة التوريقة، شايفة عاملة ازاي، شايفة الطراوة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين بقى الفطير طار ازاي؟ ده معمول في البوتاجاز، مش معمول في فرن ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الفطير طري ومرق من جوه زي ما انت شايفة كده. بسم الله، حاجة كده تبارك الله، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنيجي كده على طول وندخل داخلين في الموضوع على طول يعني كده. والنهارده هنعمل ايه؟ هنعمل ان شاء الله الفطير المشلتت. انا معايا نص كيلو من الدقيق، هو بسيط جدا جدا ومش مفهوش اي افتكاسات، هنعمله باسهل طريقه ومن غير اي تعقيدات. معايا نص كيلو من الدقيق، هنحط عليه رشة من الملح ورشة من السكر. في ناس بتعمله مسكر جامد، لا احنا بنعمله كده متوسط. وهنبدأ ننزل عليه بمية. طبعا الجو دلوقتي حر، فاحنا هننزل عليه عادي بمية من الحنفية، لكن لو احنا في الشتاء هنبقى ندفيله المية. هنبدأ دلوقتي ننزل بالمية، مش هننزل بيها كلها، بننزل بحبة حبة. بسم الله، بننزل بجزء كده. بسم الله. الدقيق ده لجميع الأغراض، مش بتاع كحك وبسكويت، خلي بالكم من الموضوع ده. لازم ننزل بالمية بالتدريج، عشان ممكن لو نزلتي بيها العجينة تبوظ معاكي. مش بنحط عليها لا سمنة ولا اي حاجة، هما بس كده نص كيلو دقيق، رشة ملح ورشة سكر بس، ومية على العجن، مية عادية خالص من الحنفية. بنبدأ نعجن كده لحد لما العجينة تلم في ايدينا. لو عملتيها والعجينه لقيتيها طريه معاكي، ممكن تحطي رشه دقيق لحد ما العجينه تتظبط معاكي. يعني لو اول مره بتعجنيها وكده والميه زادت معاكي او حاجه، ممكن تحطي رشه دقيق كده وتشوفي الدنيا عامله ازاي. برضو ما تحطيش دقيق كتير، تحطي بالتدريج زي ما نزلنا الميه بالتدريج. لما نعجن لحد ما وصلنا للنتيجه دي، العجينه ما بقتش بتلزق تلزيق خفيف خالص، لميناها. يعني انت بتفضلي تعجني فيها لحد لما تلميها تتلم معاكي بالطريقه دي. تمام. هنبدا بقى نخليها ترتاح شويه، وهنغطيها باي ستريتش ونحطها في مكان دافي. طبعا الجو دلوقتي دافي، فاحنا هنحسبها كده لمده نص ساعه وهنرجع لها تاني. كده خلاص سيبنا العجينه بعد ما ارتاحت. هنبدأ بقى كده سمنة على زبدة على قشطة، سيحناهم كده وهنحطهم جنبنا. وهنبدأ بقى ناخد العجينة بتاعتنا دي كده، هنبدأ نكور العجينة بتاعتنا كور صغيرة. ادي كورنا اول واحدة قد البيضة. دي كده هنعمل كور صغيرة، وانا بالنسبة لي انا بحطها جوه السمنة عشان تشرب منها، عشان دلوقتي لما هنيجي نفردها. النص كيلو بيعمل فطيرة. هنخلص الكمية كلها ونرجع لكم تاني. هنبدأ بقى ناخد كده واحدة، نحطينا سمنة على الصينية، ونبدأ كده نفرد واحدة واحدة. احنا مش هنفردها للآخر، نفردها حتة صغيرة كده، نحطها كده على جنب، وناخد واحدة تانية وبرضو نفردها كده. طبعا واحدة بنحط سمنة اهو. ريحة القشطة مع السمنة الصفراء عاملة ريحة تحفة تحفة كده.
نبدأ نفرد زي ما انت شايفة كده، وندهن سمنة. دي هنخليها اول واحدة عشان كبيرة، وبعد كده هنحط الصغيرة دي عليها. زي ما انت شايفة كده. الكور النص كيلو عمل معايا 10 كور. هناخد بقى كرة تانية برضو ونبدأ نفرد كده عشان ارتاحت، بقت سهلة معانا. بسم الله. هاخد دول احطهم في صينية اللي انا هعمل فيها عشان هنبدأ بقى الرز على بعضه. دي كده تالت كورة. ونرجع برضو نحط عليها سمنة وزبدة اهو. نكمل بقية الكور كده. عملنا الطبقات كلها. هنبدأ بقى نرش على وشها كده حتة سمنة اهو، وهنبدأ بقى ناخدهم كلهم نعملهم كورة واحدة اهم كده. ال10 كور اللي احنا فردناهم هنبدأ نكورهم كده اهو، ونعملهم كورة واحدة. كورة واحدة هنبدأ نرش على وشها حبة سمنة ونسيبها بقى ترتاح كده نص ساعة كمان، وهنرجع لها بعد ما عدى نص ساعة. اهي بقت سهلة في الفرد، اهي بتتفرد معانا بكل سهولة اهو. بنفردها في كل صينية. يعني انت لما بتيجي بتعمليها في المقاس الصينية اللي انت عايزاها. لو انت عايزاها رقيقة بتعمليها في صينية كبيرة، لو عايزاها سميكة بتعمليها في صينية صغيرة. وبنبدأ بقى نحط عليها على وشها كده حبة سمنة او زبدة وقشطة، وهنبدأ ندخلها الفرن. نبدأ بقى ندخلها على نار عالية من تحت، وبعد كده نحطها في الرف الوسطاني. اول ما الوش يبدأ يحمر نولع عليها الشواية دقيقتين كده ونطفي، وهوريكم النتيجة. هنا انا طلعتها بس عشان اوريكم. شايفين البابان ما شاء الله لا قوه الا بالله. حته سمنه، وادي كده بسم الله ما شاء الله طلعناها من الفرن. هنبدا بقى ندهن من وشها كده بالراحه سمنه، ونغطيها عندنا باي فوطه. شايفين الشكل التحفه ده؟ شايفين بسم الله ما شاء الله مستويه من تحت ومن فوق. هنقطعها دلوقتي وافرجها لكم. عملناها باسهل طريقه من غير افتكاسات ولا اي حاجه، بنص كيلو دقيق. بس طريه بسم الله ما شاء الله. شايفه التوريقه؟ شايفه عامله ازاي؟ شايفه طريه ازاي؟ شايفه الطراوه بتاعتها؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بقى قومي اعمليها كده وتشجعي، واعمليها لولادك مش هتندمي. اهو شايفين التوريقه؟ شايفين من جوه؟ احلى فطير ممكن تعمليه للولاد، حاجه كده تحفه. شايفين بقى اكل الفلاحي التحفه ده؟ كل الاكل كله خير بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الفطير طار ازاي؟ ده معمول في البوتاجاز مش معمول في فرن ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفطير طري ومرق من جوه زي ما انت شايفه كده. بسم الله، حاجه كده
تبارك الله، وبالهنا والشفا. تحفة 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 تحفة. شايفة التوريقة طري طري طري، والسمنة الفلاحي فيه. اعمليه بالطريقة دي وهتعتمديها وهتشكريني عليها. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.